إخواني أخواتي، مرحبا بكم في آخر الأخبار. تشهد مدينة الدار البيضاء حالة من الغليان والجدل الواسع بسبب زيادات مفاجئة في تسعيرة النقل عبر وسائل الأجرة من الصنف الكبير، وهي الخطوة التي أثارت استياء كبير لدى الركاب الذين وجدوا أنفسهم ضحية لقرارات أحادية الجانب. وفي الوقت الذي يبرر فيه السائقون هذه الزيادة بالارتفاع القياسي في أسعار المحروقات، مؤكدين أن الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل لا يصل إلى السائق المهني البسيط، بل يستفيد منه أصحاب المأذونيات. ترفض جمعية حماية المستهلك هذه التبريرات جملة وتفصيلا، معتبرة أن أي زيادة خارجة عن الإطار القانوني والتنظيمي هي فوضى وخرق سافر للقوانين الجاري بها العمل. كذلك النقابات المهنية دخلت بدورها على الخط، محملة الحكومة مسؤولية هذا الصدام المباشر بين السائق والمواطن بسبب ما وصفته بالاستراتيجية الفاشلة في توزيع الدعم، والتي تركت السائق في مواجهة مباشرة مع تكاليف التشغيل المرتفعة. وأمام هذا الوضع المحتقن، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات المحلية في العاصمة الاقتصادية لضبط الأسعار وتكثيف المراقبة الزجرية لوقف هذه التجاوزات التي تنهك القدرة الشرائية للمواطن المغربي وتضرب مبدأ الشفافية في الخدمات العمومية.